محرز رياض قائد المنتخب الجزائري يخلق جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بقصة غريبة وقعت له مع أقدم مشجعة جزائرية وفية، وهي امرأة تسمى الخالة مريم. سنها يتعدى 63 سنة، دائما تحضر في كل المباريات المنتخب لتدافع وتشجع المنتخب الأخضر. فما القصة؟ بشكل مختصر، آخر تدريبات قام بها المنتخب الجزائري في ملعب نيلسون مانديلا، فحينما انتهت التدريبات اعترضت الخالة مريم اللاعبين فقدمت لهم الورود، وتوجهت نحو محرز رياض الذي كان ربما مستعجل أو كان معكر المزاج، فوكأنه تجاهلها، فقدمت له هذه السيدة شتيمة. فهل تكون جزاء هذه الشتيمة فأل على المنتخب الجزائري بالهزيمة بالمونديال 2026؟ وتحدثت بعض وسائل الإعلام الجزائرية بأن هذه السيدة التي تسمى الخالة مريم قامت كذلك بمقاضاة محرز رياض عميد الفريق أو المنتخب الجزائري، لكن خرجت هي رسميا ونفت هذا الخبر وقالت بأنها قامت بمقاضاة الذي صور ذلك الفيديو وقام بالتشهير بها. وأنتم ما رأيكم؟ هل فعلا محرز رياض أساء بسلوكه ومعاملته لكل المرأة الجزائرية، أم أنه سلوك عادي ومن حقه أن لا يتجاوب معها؟